السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نشارك معكم كريم كراميل. هذا الفلون كيجي اكثر من رائع، ساهل بزاف. كلنا في هذا الصيف كنبغيو نحضروا الحويجات اللي كيكونوا خفافين باردين كتحليه. هذا الفلون كيجي متماسك بقوام كريمي، وغير بثلاثه ديال المكونات كنحصلوا على واحد الفلون اللي هو رائع، خفيف كيدوب في الفم. فإلا كانت أول مشاهدة للقناة مرحبا بكم، تشاركوا في القناة وفعلوا الجرس. إلا عجبكم المحتوى ما تنسونيش من واحد اللايك للتشجيع. أول حاجة غنبدا بها هي غادي نحضر الكراميل. في هذه المقله غادي نضيف كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام اللي كندوبو العافيه مهيله، وغادي نزيد واحد قبيصه ديال الملح. في المرحله الاولى ما كنحركوهش، كنبدا نحرك غير باليد ديال المقله وغادي نخليه يذوب حتى كيبدا يتبدل اللون ديالو. انا غادي نساعدو بالمغرفه وغادي نحركو كيدوب داغيه، ودائما العافيه كتكون مهيله هكذا باش ما كيتحرقناش السكر. نحافظوا على هذا اللون هذا اللي كيكون فاتح، ما كنخليوهش حتى يغمق. الا غمق غادي يولي لنا مر. صافي كنحصلوا على هذا الكراميل هكذا من بعد ما كيدوب، ومباشره كنخويه في المول، وحتى القلب كنسخنوا شويه باش هكذا ما كيجمدليش الكراميل داغيه. فملي كيكون المول سخون فدغيا كيتوزع الكراميل في القلب ما كيجمدش. كنحاول انني نوزع حتى في الجناب هكذا. وبالنسبه للقطر ديال المول 24 سنتيم. لبست المول بالكراميل، غادي نخليه على جنب وندوز باش نصاوب الفلون. هنا في هذا الاناء عندي 10 ديال البيضات. فإلا كان الحجم ديال البيض كبير فاحنا كنعملو 8 ديال البيضات. انا كانوا عندي البيضات صغارين فعملت 10. زديت هنا نص كاس ديال السكر ونسمت بجوج ساشيات ديال سكر الفاني. وبالنسبه للكميه ديال السكر كتبقى على حسب الذوق. انا 4 ديال معالق ديال السكر كانوا كافيين، لان الكميه ديال الكراميل اللي ذوبنا هي اللي غادي تزيد تحلي لنا الفلون. بعد ما خلطت البيض والسكر مزيان غادي نزيد يدرو ديال الحليب. انا هنا ضفت الحليب بارد ماشي سخون. كنخلط البيض والحليب مزيان حتى كيندمجوا. عاد باش ندوز نصفي الخليط. هنا ضروري نصفيو الخليط هكذا من الشوائب ديال البيض. بعد ما خلطت كلشي مزيان غادي نصفي الخليط ديال البيض. دابا كنخويه في المول اللي لبستو بالكراميل. فهاد الاثناء عندي الفران كيسخن، وغادي ندوز نوجد حمام مريم اللي غادي يطيب فيه الفلون. وداك الرغوه اللي كتكون من فوق الفلون كناخذ واحد المعلقه وكنحيدوها. فهاد اللاطه كنفرش واحد السربيطه باش ملي غادي نحط المول عليها كيبقى ثابت، وفي نفس الوقت كيجي عالي على العافيه، ما كيجيش نيشان للعافيه. وغليت الماء غادي نخويه في الجناب ديال اللاطه وغادي نغطيه وكندخلو للفران اللي كيكون مسخن من قبل. وباش نعرفوا الفلون ديالنا راه طاب كناخذ واحد العويد ديال الخشب وكندخلوه في الفلون. الا خرج ناشف فكيكون طاب، الا خرج فاسك فكيكون باقي. وغادي ندخلوه يطيب لمده 45 حتى 50 دقيقه. وهنا من بعد ما طاب لي الفلون وخرجته من الفران كندخل فيه هاد العويد راه طايب خرج ناشف. غادي نخليه ياخذ درجه حراره المطبخ ومن بعد غادي ندخلوه للثلاجه يبرد. يمكننا نخليوه حتى ليله كامله يبرد. انا خليته 4 ديال السوايع حتى برد مزيان. من بعد ما برد لي تماما وتماسك عطيته الوقت الكافي في الثلاجه يبرد. كندوز على داك الجناب بالموس وكنحركو هكذا وكنقلبو دغيا في التبسيل. وها هو هذا الفلون ديالنا. من بعد ما قلبته في التبسيل شوفوا الكميه ديال الكراميل اللي كتنزل على الفلون. كيجي رائع، كيجي متماسك وكريمي
والحلاوه كتجي متعادله، رغم انني عملت غير نص كاس ديال السكر في يدرو ديال الحليب، نص كاس تقريبا 75 غرام ما يعادل 4 ديال المعالق. فكتجي الحلاوه ديالو هي هذيك مع داك الكراميل اللي كينزل على كيزيد يحلي لنا الفلون. غادي نقطع معكم واحد الطريفه باش نشوفوا القوام ديالو من الداخل. فكناخذ شويه ديال الكراميل وكنخويه على الفلون من فوق هكا. الحلاوه ديالو كتجي متعادله، كيجي بنين، كيجيش فيه الريحه ديال البيض. وكل ما بقى يبرد في الثلاجه كل ما كيجي رائع وكيجي متماسك. وكيف ما كتلاحظوا الفلو ديالنا كيجي ناجح كريمي عاقد. زينته بالطريفات ديال الخوخ ورشيت عليه شويه ديال الكركاع. وكيكون هذا هو الشكل النهائي الفلو اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم والى اللقاء.